ليه اتعلم حلاقه؟ وهل الموضوع ده سهل ولا صعب؟ وهياخد وقت قد ايه علشان اتعلم؟ وهعرف احلق لنفسي والناس تانية كمان ولا لا؟ ولو في حلقه معينه عاوز اتعلمها هعرف اتعلمها ولا لا؟ متوسط سعر الحلقه دلوقتي عند اي حلاق هو حوالي 100 جنيه، يعني 2400 جنيه في السنه، ده لو انت بتحلق مرتين بس في الشهر. وانا هنا بتكلم على حلقه بيزك، بتقعد عند الحلاق بالساعات تستنى دورك، وبتفضل مخطط ليوم الحلاقه ده من قبلها، في حين انك ممكن في نفس الوقت ده تكون خلصت الحلاقه في البيت اصلا وانت مرتاح. عارف قد ايه من امراض الجلد بينتقل بسبب ادوات الحلاقه غير المعقمه؟ بره في اوروبا بيدفعوا مبالغ كبيره جدا للحلاقين، جزء منها بيكون بسبب تعقيم والحاجات اللي بيصرفوا عليها عشان يعقموا الادوات، بس احنا ممكن نوفر ده لو احنا بنحلق في البيت، وكمان نتجنب العدوى بسبب الحلاقين. مش هتضطر تستنى ان يبقى شكلك مهمل ودقنك طويله وشعرك طويل عشان تروح للحلاق تحلق، انت ممكن تحلق لنفسك تقريبا كل اسبوع في البيت، او حتى كل يوم ممكن تعمل لمسه بسيطه تظبط شكلك ويفضل شكلك شارب على طول. كم مره كان عندك موضوع مهم جدا ورحت للحلاق وبوظ لك شعرك؟ لما تتعلم تحلق نفسك في البيت هتظبط ده، وكمان ممكن لو انت رايح لحلاق تعرف تشرح له بلغه يفهمها الحلقه اللي انت عاوزها بالظبط، وبالتالي هتطلع بنتيجه مرضيه ليك. مش بس توفر على نفسك، انت هتوفر على نفسك وعلى عيلتك وعلى اصحابك كمان لو انت حابب. ولو كل الاسباب دي ما خلتكش تتعلم الحلاقه فمش عارف ايه تاني هيخليك. الموضوع أبسط مما تتخيل، بالذات لو اخترت حلقة بسيطة تتدرب عليها في البداية، هتتفادى الغلطات الكبيرة ومش هتعمل كارثة في شكلك ولا حاجة صدقني. وبعدين عادي إنك تغلط مرة أو اتنين، لو غلطات سهلة وبسيطة تتلحق عادي، بس مع التكرار هتلاقيك بتتقدم بسرعة كبيرة جدا. لو ركزت على حلقة سهلة وبدأت تتدرب عليها مع الوقت هتلاقيك تقريبا في شهر، يعني ممكن 3 أو 4 حلقات من نفس الحلقة السهلة البسيطة دي، تلاقيك بدأت تتعود على الحلاقة وإيدك خدت بالظبط على حركات المكنة، وبعد كده ممكن تنوع عادي. أكيد طبعًا، لو فهمت الأساسيات هتعرف تحلق أي حلقة أنت عاوزها. الموضوع كأنك بتتعلم الحروف الأبجدية، وبالتالي تقدر تكوِّن أي كلمة أو أي جملة أنت نِفْسك فيها. أيوه، لو اتعلمت الأساسيات هتعرف تحلق لأي حد بسهولة. ممكن الحلاقة لنفسك تكون أصعب شوية وبتحتاج تدريب أكتر شوية، ولكن في tips وtricks كتير هنتكلم عنها هتساعدك في الموضوع ده. قبل ما نبدأ نتكلم عملي، خلينا نشوف الأدوات، والأدوات عندنا نصين، جزء أساسي وجزء تكميلي. مكنة الحلاقة والأمشاط بتاعتها ومشط للتسريح، دول ال3 حاجات الأساسية اللي أنت محتاجهم. لو عاوز تضيف حاجات تكميلية ممكن تجيب فوطة للحلاقة، ممكن تجيب مقص، ممكن تجيب موس للتحديد، او حتى مكنه حلاقه اللي هي العاديه بتاعه الدقن، كمان فرشه لتنفيذ الشعر. ودلوقتي نبدا نتكلم على اهم حاجه في الحلقه واللي بترسم شكل الحلقه كله، وهي الجايد لاينز. ومن اسمها كده هي جايد لاين، يعني خطوط اساسيه، دي الحاجه اللي هترسم لك شكل الحلقه وهترسم لك شكل التدريجه وهترسم لك شكل الستايل اللي انت عايزه. فمهم جدا انك تختاره، واللي انت شايفه قدامك ده هي انواع مختلفه للجايد لاينز، ولكن اكتر حاجه شائعه هي الجايد لاين الطبيعي اللي احنا بنعمله عند الحلاقين كله، اللي هو التدريجه العاديه خالص، اللي بتبدا من اول الزاويه دي من هنا كده تقريبا لحد الاوكسيبيتال بون ورا، وزي ما انت شايف شكلها قدامك كده تقدر ترسمها على مراحل وتوصلهم ببعض بحيث انك توصل للشكل النهائي. وكل الانواع التانية مبنيه على نفس الفكره. بمجرد ما حددت الجايد لاين هتبدا تشتغل بالتدريج من فوق لتحت او العكس على حسب الستايل اللي انت عايزه. هتستخدم امشاط المكنه المختلفه وتتحرك تدريجيا علشان نعمل تدرج ناعم في الشعر. خلينا نبدا نشرح الموضوع ده. طبعا اول واهم حاجه انت محتاج تعرفها هي مكنه الحلاقه والامشاط بتاعتها واطوالهم ومعناهم ايه. زي ما انت شايف كده، فمكنة الحلاقة عندنا مكونة فوق من الأسنان اللي بنحلق بيها، ومن تحت كده هتلاقي زرار الأون والأوف، ومن فوق في نفس الجهة اللي هي الشمال هتلاقي حاجة على شكل بكرة كده بتلفها، أو ممكن تكون في المكنة اللي معاك بتضغط عليها لجوه وبتطلعها لبره. وهنفهم ده معناه ايه دلوقتي. اولا خلينا نتكلم على المشاط لان هي هتكون اسهل في الشرح. عندنا المشط الاول وهو بيكون مشط رقم 1، وده بيكون طوله 3 ملم. المشط رقم 2 عندنا بيكون 6 ملم. المشط رقم 3 عندنا بيكون 9 ملم. المشط رقم 4 بيكون 12 ملم. طبعا في حاجات اطول من كده، ولكن الاربع امشاط دول هم الاساسيين اللي اي حلاق بيستخدمهم. وعشان تفهم ازاي التدريج بيتعمل، هو ببساطه بيكون اننا بنبدا بواحد من الامشاط دول وبننقل للتاني تدريجي. مثلا هنقول ان احنا هنبدا من 3 ملم وهننقل على 6 ملم، فانت المفروض بتحاول ان انت تاخد الخط بواحد من الامشاط وليكن 3 ملم، وتموت الخط ده او تعمل له تدريج في المشط اللي هيكون فوق اللي هو 6 ملم، بحيث ان المسافه ما بينهم يكون طول الشعر فيها تقريبا 4 او 5 ملم. طب احنا ازاي بنعمل ده؟ وهنا يجي دور البكره اللي اتكلمنا عنها في الجنب اللي انت بتلفها دي، بترفع المكنه من الصفر لنص تقريبا، ولو انت مركب مشط زي مشط واحد اللي هو 3 ملم فبتخليه 3 ونص. طيب هنقدر نوصل ازاي ل 4 او 5 ملم بحيث ان احنا نكون قريبين من الستة؟ بنعمل حاجه اسمها الفليك موشن، او ببساطه انك بتعمل المكنه كده، وهتشوف ده في الفيديو دلوقتي واحنا بنطبق. لو عملت بس بالمكنه كده. خلينا نتكلم دلوقتي عن خطوات التدريب. انت بتشوف ايه اقصر طول انت عاوز تبني عليه الحلقه وبتبدا منه. طبعا اشهر حاجه وهي الحلاقه الزيرو او التدريج الزيرو، وده اللي الحلاقين بيشتغلوا عليه كتير جدا، وساعتها هنا بنعمل الجايد لاين بالزيرو.
وخلي بالك مش عشان هي زيرو يبقى كل الحلقات زي بعضها، في حاجة بنسميها هاي فيد، في حاجة بنسميها ميد فيد، وفي حاجة بنسميها لو فيد. طبعا عشان تعرف الفرق بينهم انت هتعمل سيرش عنهم وتشوف اكتر حاجة مناسبة ليك، وممكن تدخل على يوتيوب تشوف فيديو لشرحها بالظبط بعد ما تفهم الاساسيات معاك. فخلينا نتكلم دلوقتي عن الحلقة الزيرو، وبالمناسبة الحلقة دي هي اللي انا حلقها لنفسي. القاعدة العامة هي ان كل مشط واللي بعده يكون المسافة ما بينهم صابع تقريبا. فلو انت عملت الجايد لاين بتاعك بالزيرو مثلا، فهيكون بينه وما بين المشط رقم واحد اللي هو 3 ملم صابع تقريبا، وهيكون ما بين ال 3 ملم وال 6 ملم اللي هو اللي بعده صابع برضه. طيب احنا ليه بنسيب مسافة الصابع دي؟ ببساطة علشان نعمل التدريج زي ما قلت لك، ان احنا هنرفع المكنة بتاعتنا من الصفر للنص ونموت الخط ما بينها وما بين الصفر وال 3 ملم، وبعدها هنركب المشط اللي هو رقم واحد اللي هو ال 3 ملم ونرفعه للنص ونموت المسافة ما بينه وما بين ال 6 ملم، وكل ما تعمل ده كل ما هتموت الخط أحسن. هسيبك دلوقتي مع التطبيق علشان تشوف. ودلوقتي جه وقت التطبيق. انا هنا بوريك ان انا هبدأ من المنطقة اللي اتكلمنا عنها اللي بيبدأ عندها الجايد لاين زي الصورة اللي انت شايفها دي. هبدأ اشتغل على الناحيتين. ممكن تشتغل بالمكنة مقلوبة او معدولة زي ما انا بعمل كده. مقلوبة كده زي ما انا بعمل في الجهاز الشمال ده هيكون اسهل. جيت على المنطقة اللي ورا بدأت اعمل فيها خط بالعرض. بص، هو في ناس بتحب شكل المثلث ده فيها من ورا، وفي ناس بتحب الشكل الانسيابي شوية. أنا عن نفسي بفضل الشكل الانسيابي مع راسي، فبحب إن أنا آخد خط بالعرض تقريبا مستقيم، وبعدين أبدأ أوصله بالحتة اللي في الجنب اللي أنا عملتها قبل كده زي ما أنا بعمل هنا. برضو بحب أخدها بشكل انسيابي زي ما أنا عامل في الصورة دي كده. ده شكلها بعد ما خلصتها من الجنب ومن ورا، بس أنا باخد فيها وقت شوية يعني في قصية الجزء ده. دلوقتي هبدأ أرفع المكنة للنص زي ما اتكلمنا من السلايدر اللي في الجنب ده، وهبدأ أطلع بالنص ده تقريبا صابع فوق الجايد لاين الزيرو اللي أنا عملته. طبعا الموضوع ده هتشتغل فيه بالراحة جدا، وهو نفس الخطوات بالظبط. لو انت بتشتغل بمشط رقم واحد مثلا، لو انت مش بتحب الحلاقة بالزيرو، هتبقى نفس الخطوات بالظبط. هنا بدأت إني أقلل المسافة ما بين الصفر وال 0.5 بإن عملتها مثلا 0.3، وبعدين بدأت أشتغل على الخط، وبعدين هنا قللتها كمان ل 0.1، تقريبا تكة واحدة بالظبط في المكنة. ولو هي سلايدر معاك أو بكرة بتلف فعادي يعني، ممكن تخليها بالراحة يعني. وده شكلها بعد ما عملتها في الراس كلها تقريبا بدأت أعمل تدريجة يعني لو أنت شايفها. هنا بدأت أستخدم مشط واحد اللي هو 3 ملم، ورفعته للنص كده بقى طوله 3.5، وهطلع صابع عند من بعد النص اللي انا اشتغلت بيه قبل كده. زي ما انت شايف هي بحركات فليك موشن سريعة كده بعمل الخط التاني. هنا قللت شوية من 3.5 ل3.2 مثلا أو 3.3، وبدأت أمشي على الخط برضو نفسه أموته شوية في النص اللي كان تحت. وهنا فتحته بقى 3 بالظبط، ما عادش 3.5 أو حاجة، لا هو 3 بالظبط. ومشيت على الخط بالظبط اللي هو ما بين النص والمنطقة بتاعت ال3 دي. هنا ركبت مشط 2 اللي هو 6 ملم، وبدأت أمشي فوق المنطقة كلها بس لفوق شوية بقى. تقريبا أنا هنا بدأت أطلع على حدود الشعر من فوق شوية، والمشط تقريبا مش بياكل حاجة قوي يعني، فأنا بدأت أستخدمه على الراس كلها من الجنب كده ومن ورا، تفاديا بس للمنطقة اللي فوق يعني. أنا مش بطلع بيه في الشعر اللي فوق. ده شكلها بعد ما خلصت. هنا بس بدأت أحدد بقى الشعر. أنا شايف إن الحلقة كده بقت كويسة. أنت بتحاول بس وأنت بتحدد الشعر ما تدخلش على حدود الشعر، أنت بتشيل الزوايد كده. وهتلاقي في صور لتحديد الشعر كتير على النت لو انت حابب انك تشيل جزء معين من الشعر يعني، ولكن ما انصحكش. انا بستخدم مكنه في التحديد. ساعات ممكن استخدم موس او كده، ولكن المواس والحاجات دي بس بتطلع لي حبوب، فانا بحدد بالمكنه وبحدد كل كام يوم مثلا تاني. وبعدها شلت الدقن، ودي كانت النتيجة. ويعني كان عندي ثقة في نفسي إن أنا رحت صورت برنامج بنفس الحلقة اللي أنا حلقها لنفسي دي، برنامج هيشوفه آلاف الناس، وعادي يعني.
وبعد ما خلصنا التدريج وهو الحاجه الاساسيه، انت تقريبا خلصت الحلقه. الحاجه التانيه اللي موجوده ساعات كتير جدا هي ان المنطقه دي كده ما بين الجنب هنا وما بين الشعر اللي فوق بتكون محتاجه شويه تظبيط، وده بنعمله بكذا حاجه. لو انت مختار حلقه سهله زي مثلا باسكات، فانت لو شايل اللي فوق كله ب 4 ملم اللي هو المشط رقم 12 وعملت الجنب ده ب 6 او ب 3 مللي، تقدر تيجي عند دي بالتسعه وتمشي كده، هتلاقيك بتشيل كل الشعر اللي زايد هنا وخلاص هتلاقي الخط مات خالص. لكن لو انت سايب شعر طويل فوق زي ما انا عامل كده، انت بتحتاج شويه انك تقص الحاجات اللي شكلها وحش بس. ولو انت بتحلق لحد تاني فالموضوع هيكون سهل جدا. لو انت بتحلق لنفسك فهو هيحتاج شويه تدريب، وما انصحكش قوي يعني تعمله في الاول بشكل كامل لحد بس ما تبدا تتعود على الموضوع الاول وتفهمه. في حاجه حابب انبه عليها كويس جدا، وهي ان الشعر تقدر تشيله ما تقدرش ترجعه تاني. حاول وانت بتشيل اي حاجه تشيل بالراحه بالراحه بالراحه، وتبص كويس جدا قبل ما تشيل كتير، لان انت لو شلت حاجه بزياده انت هتبوظ الدنيا. وبس يا سيدي، مبروك عليك، انت كده بقيت بتعرف تحلق بنسبة 70%. اللي فاضل بس هو انك تتدرب شوية على الحلاقة دي، فشوف حد يكون قريب منك ويكون واثق فيك محتاج ان هو يكون واثق فيك زي اخوك مثلا، وابدا اتدرب معاه على حلقات سهله وبسيطه، ما تستخدمش امشاط كتير وما تبداش بالزيرو في اول حلقه ليك. كمان هسيب لك لينكات لفيديوز تحت في الديسكربشن ممكن تشوفها للناس محترفين بيشرحوا الموضوع بنفس الطريقه اللي اتكلمت بيها تقريبا، وبكواليتي تصوير احسن من اللي انا مصور بيها كمان. وابدا بالراحه، ولو واجهك اي مشكله اكتب لي في الكومنتس وارد عليك. وفي الاخر لو شايف الفيديو مفيد اعمل لايك وسبسكرايب، وممكن تشير الفيديو مع حد تاني لو شايف انه مفيد.